دابا غادي ندوز نقاد لاصوص. بقاو عندي هاد 3 ديال المطيشات، دائما تحت الشعار داكشي اللي عندك في كوزينتك استعمليه. بقاو لي 3 ديال المطيشات، قطعتهم على جوج، درتهم مع شويه ديال الماء، ورقه ديال سيدنا موسى، واحد 3 ديال الفصوص ديال الثومه صغار. دابا غادي نديرهم يطيبوا، ومن بعد غنحيد دوك الوريقات ديال الرند وغادي نطحن هاد المطيشه مع الثومه. لاصوص طوماط ها هي المطيشه اللي سلقت مع الورقه ديال سيدنا موسى والثومه. حيدت ديك الوريقه ديال سيدنا موسى وطحنت غير المطيشه مع الثومه. هنايا درت هاد المطيشه في كاسرول، زدت عليها شويه ديال كونسونطري الطوماط واجده، وشويه ديال الملحه، شويه ديال زيت العود، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الزعتر. دابا غنخلي هاد المكونات هادو كلهم يغليو واحد شويه وغنطفي عليهم. عندي هنا لاصوص هي واجده. الفلفله اللي متوفره عندي راه قطعتها رقيقه، الحمراء وشويه ديال الخضراء. عندي هنايا فلفله حتى يشنفسها بصله حتى يشنفسها رقيقه. عندي الموتزاريلا، زيتون كحل والطون. وجدت هادشي كامل. دابا غادي نوجد العجينه ديالي وغنبدا نمونطي في البيتزا. درت الطبقه الاولى فيها لاصوص طوماط، من بعد رشيت عليها شويه ديال الموتزاريلا، ودرت الفلفله من فوق منها البصله، الطون والزيتون. دابا غندخلها للفران. انا كتعجبني هكا البيتزا تكون عامره، ما كتعجبنيش الهباط والفرماج والزغاريت. كتعجبني البيتزا تكون عامره. بعض المرات كندير فيها حتى الكورجيت، كنقطعها رقيقه وكنزيدها كندخلها مع الخضر. ولكن اليوم بما انني دايره لا سوب فيها الخضره، الوغ اكتفيت بالفلفله والبصله كما كتشوفوا. دابا غندخلها للفران. ملي غادي طيب كما قلت لكم غادي ندير ليها الموزاريلا ونردها عاوتاني حتى يذوب داك الفرماج ونخرجها.